بسم الله الرحمن الرحيم. مقاومة الأنسولين مرحلة ما قبل السكري، مرحلة أقل خطرا من مرض السكري، ولكنها برضو ما زالت هي خطيرة وليها مشاكلها الكبيرة. هي مرحلة الإنذار المبكر لاكتشاف مرض السكري. واحنا بنقول الاعراض بتاعتها دلوقتي هتكتشف ان انت هتلاقي عندك عرض او 2 أو 3 من الاعراض دي. محتاج يكون عندك عرضين من الاعراض اللي احنا هنقولهم دلوقتي عشان تقول والله العظيم انا عندي مقاومة انسولين. طيب لو لقيت عندي عرض واحد بس، العرض الواحد بس يخليني اشك لكن ما اتاكدش، ولو شكيت يفضل ان انت تعمل التحاليل اللي هقولك عليها في اخر الفيديو. مقاومة الانسولين ممكن نلاقيها في اي عمر، في اي سن، كبار وصغيرين، وللاسف بنشوفها دلوقتي في صغيرين في سن مبكر جدا. وكمان الصغيرين دول على فكرة ممكن يكونوا بيلعبوا رياضة وبرضه عندهم مقاومة انسولين، وديت هنتكلم عليها بقى، هنفردها في حلقة تانية خالص. العرض الاول اللي يخليني اشك ان انا عندي مقاومة انسولين ان انا مش بشبع، باكل ومش بشبع، حتى بعد الوجبة الاساسية بلاقيني ان انا محتاج اخد حاجة بعدها، عايز حاجة مسكرة، عايز ثمرة فاكهة، عايز اكل اي حاجة، وما بيفوتش ساعة بعد الاكل ولاقيني جعان وعايز اكل تاني. العرض التاني عرض مهم جدا جدا، ولما بشوفه لوحده اقدر احكم ان الشخص دوت عنده مقاومة انسولين. العلامات السوداء اللي بتكون موجودة في تواني الجسم حوالين الرقبة، في ناحية خلف الرقبة من هنا، في ناحية تحت الباط، التواني ما بين الفخدين، اي تواني في الجسم تلاقي فيها علامات سوداء، وتلاقي الام عماله كده ايه تدعك لابنها بالليفه فاكره ان ديت نوع مثلا من قله النظافه او حاجه، ولكن هي في الحقيقه مش هتروح غير بعلاج مقاومه الانسولين. العرض الثالث ارهاق ودوخه وضعف وعدم تركيز، ومش قادر تعمل مجهود اللي انت كنت بتعمله او بتعمله وانت بقى بتشتكي يعني مش قادر، تعبان. كمان الزوائد الجلديه مهمه جدا في تشخيص مقاومه الانسولين. لو في سمنه او زياده في الوزن غالبا هيكون عندك مقاومه انسولين. لو في تكيس مبايض، البنات اللي عندها متلازمه تكيس المبايض وديت بتكون زي حلقه مفرغه، مقاومه الانسولين وتكيس المبايض، مين اللي عمل مين مش عارفين، بس المهم ان هو تكيس المبايض بيكون معاه مقاومه انسولين. لو عندك دهون على الكبد غالبا انت عندك مقاومه انسولين. لو اكتشفت ان عندك ضغط او عندك ضغط انت مش مظبطه فانت غالبا عندك مقاومه انسولين. لو محيط البطن 102 او اكتر عند الرجال او 88 او اكتر عند النساء يبقى غالبا هيكون في مقاومة انسولين. لو في مرة كده حللت بالصدفة لقيت ان السكر الصايم بتاعك فوق 100، او لقيت الدهون الثلاثية صايم برضك فوق 150، او لقيت الكوليسترول المفيد اللي اسمه ال HDL قليل عن المستوى الطبيعي، يكون اقل من 50 عند النساء او اقل من 40 عند الرجال، شكيت ان عندي مقاومة انسولين وعايز اتأكد انا عندي مقاومة انسولين او لا، هروح المعمل يسحب مني عينة دم يشوف فيها السكر التراكمي والسكر الصايم، وتحليل ثالث هيديك وجبه او محلول فيه كميه سكر محدده معينه، ويسحب بعد ساعتين عينه سكر ويشوف استجابه جسمك زاد قد ايه السكر في الدم. خلاص عرفت انا عندي مقاومه انسولين ولا لا. ازاي اعالجها؟ بعالجها بالخماسي السحري: اكل، حركه، ميه، نوم، استرس. الاكل كل من البيت وما تاكلش الا وانت جعان، ولو كلت اوعى تشبع. حركة، مشي يوميا من 5 ل10 دقايق وهنزود شوية بشوية. مية هتشرب 3 لتر في اليوم. النوم هتنام 6 ساعات مش اقل من 6 ساعات بالليل، وتاخد لك كده قيلولة الصبح شوية كده تريح فيها دماغك. الاسترس هنحاول نعتزله على قد ما نقدر، اعتزل ما يؤذيك يا اخي. خلاصة الكلام اوعى تستهتر بمرحلة مقاومة الانسولين، مرحلة فارقة وعلاجها بيكون بالخماسي السحري. ونقول سلام.